بص دي. بص بص دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا لعيبة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. فيديو النهارده بإذن الله هنتعلم أفضل 5 مهارات اي فوتبول. حرفيا بالخمس مهارات دول لعبك هيتحسن بنسبة 50% على الأقل. على الأقل خالص 50%. وده مش مجرد كلام. تابع معايا الفيديو للآخر علشان هتشوف أجمد 5 مهارات. اهم حاجه ما تنساش قبل ما نبدا الفيديو تعمل لايك لو مش عامل لايك، واشترك في القناه لو مش مشترك. بس كده يا كبير. ويلا بينا نبدا. طبعا اول حاجه هنبدا بيها هي ايه؟ الدبل تاتش. طبعا الدبل تاتش بتدوس على زر الداش. داش هنا كده وبتسحب ايه؟ البليه لقدام. بص اهو. بص اهو. دي الدبل تاتش، دي اكتر مهاره ايه شائعه الاستخدام في ايه؟ في ايه فوتبول. يلا مره تانية. اهو بص. اهو بتدوس على الداش. تمام، وتقول ايه؟ تروح جاي محرك البول كنترول اهو. اهو تحرك البلي اهي. بص اهو اهو. حاجه بسيطه خالص اهو. بص اهو. تمام. نعملها مره كمان برضو عشان ايه؟ الكل يكون واخد باله. يلا تعالى يا بلاتيني. بص اهو. اهو اهو. تحريكه بتحرك دي، بتحركه تحريكه بسيطه خالص اهو. بص في نفس الاتجاه اللي اللاعب ماشي فيه. في نفس الاتجاه اهو. دي اهو. اهو في نفس الاتجاه. برضو تبع الدبل تاتش اهو. دي لو انت مثلا ماشي كده وحبيت ايه تعمل كده اهي، دي تبع الدبل تاتش اهو. طبعا ايه بقى لو لعيب معاه سبيشال؟ تمام كده بلاتيني وتشيفشينكو معاهم الدبل تاتش. عندك ايدن هازارد معاه سبيشال دبل تاتش. ايه هي بقى السبيشال دبل تاتش اهي؟ اللي هي دي بالظبط اهو. اهو اهو. وازاي بقى اللعيب بيكون معاه سبيشال دبل تاتش؟ بيكون معاه الدبل تاتش والسول كنترول. تمام وايه؟ واللهم صل وسلم على سيدنا محمد والفليب فلاب. لازم اللعيب يكون معاه ال3 مهارات دول عشان ما يكون معاه سبيشال دبل تاتش اهو. بص. طيب دي كده اول مهاره معانا. تعالى بقى كده للفيليب فلاب. لازم يكون لعيب معاه فيليب فلاب. بص انت بتدوس على الداش. تمام. وايه بتكون ماشي كده اهو، وتروح جاي محرك اللعيب كده. بالظبط اهو. بص بتدوس على ايه؟ على الداش. وايه؟ البليه بتكون ماشيه معاك لقدام، وتروح جاي مثلا ايه عامل كده اهو. دي فيليب فلاب. تمام اهو. لا دي على مش فيليب فلاب. الكسفة اللي انت فيها يا عندك ايه؟ حازم السبيشال. دي فيليب فلاب ايه. تمام. يا راجل زي الفل. نيجي بقى كده للمهارة اللي بعدها. المهارة اللي بعدها وهي الاكسلريشن بريست. بص اهو. طبعا الاكسلريشن مش هتيجي عشان ما ايه؟ مفيش لعيبة. هنغير التمرين وهنوريك الاكسلريشن بتتعمل ازاي، والدبل تاتش ضد الخصوم والسبيشال وكل حاجة. طيب تعالى بقى ايه نخلص الاكسلريشن. بص اهو. بتدوس على الداش. تمام وتروح جاي ايه محرك البلية كده اهو. عكس. بص. لا دي ما ظبطتش. هنجرب تاني. فين فرناندو توريس؟ اهو شفت. دي ايه؟ دي الاكسلريشن بيرست. يلا بينا نجرب ال طبعا. تعالى. طيب وبالنسبه للتاكلينج بقى. التاكلينج طبعا اللي انا عملته ده غلط. طبعا انت بتيجي ايه التاكلينج اهو. لازم يكون انت قدام اللعيب. ادي عندك الدبل تاتش. تعالى يا برمر. حلو يا بيت فورد والله. تمام. سيبك بقى من الهزار اللي احنا بنهزره ده. احنا ايه خلينا في موضوعنا. تعالى للفيك شوت. بص بص. بتعمل ايه بقى؟ بتدوس على الشوت وتروح جاي ايه محرك البليه. تمام. بتدوس على الشوت. تمام اللي هو انت بتشوت على التسديد لو الموبايل بتاعك عربي.
تمام. بص لا ما جاتش دي. الكسفة اللي انت فيها يا حازم حازم. الفيك شوت طبعا. راجعين عاملين ايه كروس كده. احنا قلنا الفليب فلاب والدبل تاتش والسبيشال دبل تاتش والفيك شوت. بص الدبل تاتش ايه. تمام زي الفل. وطبعا قلنا الاكسلريشن احنا معانا ايه كده، قلنا الخمسه. تمام. عايزين بقى ايه نطبقهم كده ضد الخصم. ادي عندك بسم الله، ادي عندك اكسلريشن، وادي عندك دبل تاتش، وادي عندك هدف. زي الفل كده. تمام كده عملنا الدبل تاتش والاكسلريشن. تعالى بقى نعمل ايه السبيشال دبل تاتش، ونعمل الفليب فلاب. بص بالنسبه للتاكلينج اهو، تكون جنب اللعيب وتكون ايه قريب منه. اتش. يا راجل. هو ده بتاع السبيشال. مش عارف في ايه. مش راضيه تيجي. بص بقى التاكلينج اهو. ودي السبيشال، وده الاوت سايد كيرل. بس ما جاتش. يا عيني يا توريس والله حلو. كده قلنا ايه بقى ايه، قلنا سبيشال وقلنا دبل تاتش وقلنا الفليب فلاب وقلنا الاكسلريشن. طبعا احنا الفليب فلاب لسه ما عملناش، هنعمل الفليب فلاب دلوقتي. تعالى يا ايدن. يا عم تعالى. هم مصممين. شفت الفليب فلاب اهو، بتبقى ماشي وتروح اعملها عكس اهو. دي الفليب فلاب، بتعكس بقى الاتجاه، بتودي الخصم اللي قدامك في ايه في الملاهي. وخلينا بقى ايه نشوف بالنسبه للتاكلينج. بص الكسفة التاكلينج اللي اهو. انت فيها يا بس دي حازم طبعا ما حازم. جاتش. ودي لعيبه معاش تاكلينجات، احنا بنلعب هنا في الهجوم. احنا عايزين بس نروح هناك ونجيب مدافع. طب تعالى يا كانتين انت، تعالى يا ريكارد. بص التاكلينج اهو. تعالى بقى ايه للفيك شوت. يلا بينا دلوقتي نعمل الفيك شوت. بص اهو. خطوه الفيك شوت هي بقى بتدوس على الشوت وتروح جاي ايه راجع كده اهو. بتدوس على الشوت وتروح جاي محرك البليه. تمام. ناحيه عكس اتجاه اللاعب، بيعمل معاك فيك شوت. تمام. او اللي هي التهويشه بالعربي كده، سيبك من الانجليزي والكلام ده يا عم، احنا ناس مصريين. اهو بص اهو. اهو بص. لا دي اتشاطت ما جاتش. بص اهو. بص اهو بتدوس على الشوت تروح جاي ايه حاول. دوس على الشوت اهو. دي كده بالنسبه للفيك شوت. بس كده يا رجاله، اتمنى تكونوا استفدتوا اي حاجه من فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتحط ايه
الاشتراك الجميل. تمام. طلع واحدة اكسلريشن بقى. ما جاتش. بس لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناة، وتقول لو استفدت حاجة من الفيديو ده في الكومنتات. بس كده يا رايق. سلام. جيب الجون ده بقى وخلاص. يلا يا باشا.